طبعا زي ما شفت كده الفلتر البورتريه الغامق طريقه جامده قوي، وهيغير معاك صورك كلها البورتريه والصور العاديه برضو، بس بيمشي على الصور البورتريه اكتر. طبعا بيخلي صورتك جامده قوي زي ما شفت في الصور، وهقول لك ازاي تضيف الفلتر ده وتستخدمه على برنامج لايت روم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا زي ما انت ما شايف كده الفلتر البورتريه الغامق بينفع معاك على صور جامده قوي. في الصور البورتريه بيحولها لك لصور احترافيه، وطبعا قد ايه الفلتر ده جامد قوي بيغير صورك. وطبعا سريعا كده هقول لك ازاي تقدر تضيف الفلتر ده على برنامج لايت روم وتنزله من عندي ازاي بكل سهوله. وخليك متاكد انك عامل لايك ومشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد. ولو الفلتر ده عجبك ابعته لصاحبك عشان يستفاد بيه. طبعا الفلتر بيكون بباسورد بقول لك على مرتين معايا في الفيديو، وهتنزله بكل سهوله مع القناه من عندي. اول رقمين معانا في الباسورد 12، وخليك معايا هقول لك الرقمين التانيين على طول. زي ما انت شايف كده نخش على برنامج لايت روم. الفلتر انا محمله ونازل عندي. طبعا الفلتر بيكون موجود في الوصف عندك تحت الرابط بتاعه. زي ما انت شايف كده الفلتر البورتريه الغامق كده بطريقه جامده قوي، بيخلي صورك جامده قوي قوي قوي. طبعا انا عايز اخد كوبي من الفلتر ده واضيفه على صورك. هبدا ادوس على الثلاث شرطات اللي فوق وادوس على الكوبي بريسيت اللي موجوده هنا دي كده، وادوس على علامه صح. ماشي كده خلاص انا خدت منه نسخه. ابدا اشوف صوره زي دي كده ماشي، وادوس على الثلاث شرطات تحت اللي تحت كوبي على طول اللي هي هنا كده اهو. ضافت معايا الصوره. تيجي على صوره زي دي كده البورتريه برده هتلاقي الصوره ضافت معاك كده طريقه جامده قوي. طبعا ده بيمشي على الصور الغامقه برده، لو لابس اسود مثلا كده في الصور بيخلي الصوره جامده قوي. مثلا صوره زي دي كده ماشي، صوره برده زي دي كده ماشي. خليك بص زي ما انت شايف التفاصيل بتاع الوش طريقه جامده قوي كده، وبيخلي لك ايه اللون الاسود كده متشبع واخد لونه، وبيظبط لك درجات الوش بتاعك. طبعا لو انت عاوز تحفظ الفلتر ده عندك برده سريعا كده هنبدا نضيفه برده مثلا على صوره زي دي كده. انا عايز احفظ الفلتر ده عندي عشان لو الفلتر اتمسح في اي وقت يكون موجود عندي منه نسخه. هدوس على الثلاث شرطات دول وادوس على كلمه سيب بريست موجوده تحت خالص، هي تالت واحده من تحت ماشي. ونيجي هنا كده نفتح لنا قايمه، نختار اي قايمه عندنا. لو انت عامل قايمه او انت مثلا تعمل قايمه جديده من تحت هنا كده تكتب الاسم اللي انت عايزه. انا اضيفها في القايمه مثلا مكتوب عليها محمود دي مثلا، وهسميها 55. ادوس على علامه صح كده خلاص. انا بقى ابدا اجيب صوره زي دي كده مثلا وعايز اضيف بقى الفلتر، مش هجيب بقى كوبي ولا الكلام ده خالص. في علامه كده تحت ايه دايرتين اللي فوق بعضهم دول، هدوس عليها تمام. هيفتح لي على اول واحده، انا هجيب اخر واحده دي ماشي، وادور على الاسم اللي انا مسميه محمود مثلا، واجيب 55 ادوس عليها ماشي. قبل بعد طريقه جامده قوي. طبعا نفس الحوار برده هنعمله هنا في الصوره دي كده تمام. ولو عاوز احفظ الصوره عندي بكل سهوله كل اللي انا هعمله هدوس على الثلاث شرطات اللي فوق وادوس على كلمه سيف على الموبايل اللي هي موجوده هنا فوق اهي. بس في دقيقه واحده والصوره تكون نازله معايا على التليفون، مفيش اي مشكله تمام. تبدا بقى انت بقى على صورك كلها تضيف برده نفس الموضوع برده، وتضيف الفلتر بتاعك على كل الصور. طبعا زي ما انت ما شايف الصوره دي برده دي بيخليك الصوره جامده قوي كده زي ما انت ما شايف. بس كده زي ما انت ما شفت الطريقه سهله انك تحفظ الفلتر وانك تضيفه على صورك برده. تعال اقول لك ازاي تقدر تنزل الفلتر ده بكل سهوله من عندي من على القناه. هنخش على اليوتيوب، هتفتح لي على القناه او الفيديو اللي انا واصل لايه، الفيديو اللي انا واقف عليه، او مثلا لو انا ما اعرفش اسم القناه هكتب في الاستديو ماشي. طبعا انت بتبقى واقف على الفلتر. انا طبعا بختار اي فلتر من هنا عاجبني، ببدا اشوف الفلاتر اللي عاجباني مثلا دول 5 فلاتر جامدين قوي ماشي، عايز احملهم. هدوس على الوصف اللي تحت كده وادوس دي موجود 1 2 3 4 مرقم لك من 1 ل5 الفلاتر. ولو باسورد الفلتر ده بيبقى موجود الباسورد في الفيديو بسيبه لك على مرتين. ودوس على رقم 1 كده اللي هو تحميل، اخش على اي منصه من دي موجوده هيفتح لي كده في جوجل بلاي ماشي. طبعا الناس بتقول انت بتبقى سايب صوره وسيبك من النصب ده والكلام ده، موجود والله كتير، بس انا عايز اقول لك بص طالما في قبل وبعد اهو في فلتر انا ما بشتغلكش يعني ماشي. دوس على كلمه داونلود اللي تحت دي كده. طبعا هيبدا يعد لي 12 ثانيه. انا مش هتخطى اعلانات ولا ادخلك على صفحه تاني ولا اعلانات تخليك تطلع وتخش تاني، لا زي ما انت واقف كده 12 ثانيه بالظبط هتعد معاك كده. وبعد ال 12 ثانيه هتبدا تحمل الفلتر بتاعك. انا هشرح لك الخطوه دي بكل سهوله. داونلود هي موجوده. طبعا في صيغه فوق وفي صيغه تحت، لا احنا هنختار الصيغه اللي فوق دي كده ماشي. دي الصيغه اللي بيدعمها برنامج لايت روم. هدوس عليها كده ماشي، هو لوحده. انا هدوس على علامه اكس بس دي كده اللي فوق ماشي. كلمه تنزيل تحت اهو. طبعا انت لو اندرويد ممكن ينزل عندك على طول، انا هدوس على كلمه تنزيل دي ايفون ماشي. وفي فتح بقى، فتح في ايه بقى، انا عايز افتح انزله على طول عندي، ممكن انزله على طول على الملفات اهو مكتوب فتح ايه، فتح فيه ملف خاص. لا يا باشا انا ادخله جوه برنامج لايت روم على طول. اروح دايس ايه، لا على لايت روم كده هدوس عليه، هدوس على الكلمه اللي تحت كده دخل الفلتر جوه برنامج لايت روم.
انا كده لو دخلت على برنامج لايت روم هلاقي الفلتر موجود عندي جوه. هطلع بره كده ماشي، واستنى الفلتر كده. الفلتر يا باشا هبحث الفلتر نزل عندي اهو. تمام كده. بعد كده وانا جوه برنامج لايت روم كده يحدد الوقت انا ماشي صح والفلتر نزل معايا صح. تاني رقمين معانا 55. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل الفيديو ده شير لصاحبك عشان يستفاد من الفلتر. وتستنى الحلقه الجايه عشان اعمل لك فلتر راس السنه، هيكون جامد قوي على الصور بتاع راس السنه بطريقه جامده قوي. فخليك بقى متاكد انك مشترك في القناه. وسلام يا صاحبي.